اسمي أيمن حجازي. أنا من وزارة الزراعة الفلسطينية. حاليا نحن متواجدون في الملتقى الدولي للفلاحة رقم 17 بدعوة كريمة من وزارة الفلاحة المغربية، حيث مشاركتنا في هذا العام كانت من وفد من الشركات الفلسطينية تمثل ما يقارب ال 12 شركة، وكذلك هناك نشاطات أخرى يحضرها معالي وزير الزراعة الفلسطيني في مؤتمر اللي يدي منعقد على هامش هذا المعرض. كذلك هناك لقاءات أخرى، لكن احنا مشاركتنا في هذا المعرض كانت مشاركة نوعا ما رمزية لعرض بعض العينات للتعرف على المنتوجات الفلسطينية والتذوق. ونأمل إن شاء الله في المعارض القادمة في السنوات القادمة أن تكون مشاركتنا بطريقة أكبر من ذلك، خاصة وأن رأينا ويعني بعد الفحص هذا أنه هناك فرص للتجارة والتبادل التجاري ما بين الأشقاء في المغرب ودولة فلسطين بخصوص موضوع التمور، خاصة لأنه هناك في التمور المجول، خاصة التمور الفلسطينية لها ميزات عالية وهي مقبولة جدا في الأرض المغربية. لذلك نحن نتأمل أن تكون هناك فرص أكبر، وأن تكون مشاركتنا بجناح أكبر من ذلك، وأن يكون هناك عدد أكبر من الشركات، لأنه الوضع الاقتصادي الفلسطيني بحاجة إلى فتح آفاق اقتصادية في دول أخرى مثل دولة المغرب الشقيق. لذلك إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله للدولتين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.